اللي هتسمعه دلوقتي مبني على وقائع حقيقية، والهدف منه التوعية والنقاش، مش الإثارة أو التشهير. لو المواضيع دي ممكن تضايقك أو مش مناسبة ليك، ممكن تسيب الحلقة من دلوقتي. لو أنت مستعد يبقى يلا بينا نبدأ حلقتنا. في جرائم لما تسمع عنها تقول دي مستحيل تكون حقيقة، بس المصيبة إنها حصلت فعلا، وحصلت جوه بيت على سرير في قلب شقة هادية، وبطلتها مش حد غريب، دي مراته. محمد شاب مصري بسيط شغال نجار ولسه متجوز من شهرين. يوم عن يوم كان بيحاول يبني حياته خطوة بخطوة، لحد ما في يوم لقوه مقتول، مش في خناقة ولا في حادثة، لكن مطعون بدم بارد ومرمي زي كيس زبالة تحت العمارة. والأغرب إنه كان نايم في بيته قبلها بساعات. يعني إيه اللي حصل؟ مين اللي قتله؟ وإزاي الجثة نزلت من الشقة للشارع؟ ولو في حد من بره هو اللي عملها، طب دخل إزاي؟ وخرج إزاي من غير ما حد يحس بيه؟ بس لما تعرف التفاصيل هتكتشف إن الحكاية أبشع من أي خيال، وإن أقرب الناس ليك ممكن يبقى هو اللي بيجهز ليك نهايتك بإيده. عشان تعرف الحكاية خليني أحكي لك القصة من الأول. يوم السبت 22 يونيو سنة 2019 في منطقة اسمها الطبالين في مركز بنها محافظة القليوبية. منطقة شعبية شوارعها ضيقة بس مليانة حياة. الساعة كانت حوالي 7 الصبح، والحي كله بيبدأ اليوم بتاعه بهدوء، الناس خارجة شغلها، العيال رايحة المدارس. لكن في اليوم ده الروتين اتكسر فجأة. راجل من السكان وهو نازل شاف حاجة غريبة عند مدخل عمارة من العمارات. قرب أكتر، وشه اتبدل في لحظة. جثة مرمية على جنب الطريق، هدومه مبلولة بالدم، والجسم باين عليه طعنات كتير وبشكل وحشي. المنظر كان مرعب. ناس بدأت تتجمع، والاتصال بالشرطة اتعمل في لحظتها. أول ما الشرطة وصلت ابتدوا يعاينوا الجثة، وفي وسط اللمة جار من السكان بص كويس، وشه اتغير وقال: ده محمد يا باشا، محمد سعيد، ساكن في العمارة دي في الدور الرابع. الضابط سأله: انت متأكد؟ رد الجار وقال بصوت مخنوق: ايوه، ده نجار وراجل محترم مالوش في اي مشاكل، احنا جيران من زمان. ده شاب في اوائل الثلاثينات ومعروف في المنطقة بطيبته وسكوته، وبيشتغل في ورشته اللي ماشيها بالحلال. الشرطة بدأت تلم الخيوط من أول لحظة، لأن جريمة بالشكل ده مش حادث طريق. دم كتير، طعنات متكررة، والمكان حوالين الجثة ما فيهوش أي علامة لخناقة أو مقاومة. يعني إيه؟ يعني محمد غالبا ما اتقتلش هنا أصلا. رجالة الطب الشرعي كانوا بيجهزوا عشان ينقلوا الجثة، بس فريق المباحث كان واخد اتجاه تاني. طلعوا على شقته في العمارة في الدور الرابع، لأن هناك كانت المفاجأة مستنية. رجال المباحث طلعوا بسرعة على شقة محمد وخبطوا على الباب بقوة، وبعد لحظات آية مرات محمد فتحت الباب بنفسها. وشها كان باين عليه التوتر، بس مش باين عليه إذا كانت لسه نايمة ولا صحيت من صوت الخبط، بس عينيها فيها قلق وبتحاول تلم نفسها بسرعة. الضابط قال لها بهدوء بس بشكل مباشر: احنا لقينا جوزك مقتول تحت العمارة. آية اتسمرت في مكانها وبصت له كأنها مش قادرة تستوعب الجملة، وبعدين قالت بصوت واطي: مقتول؟ ازاي؟ ما سألتش أسئلة تانية ولا حتى دخلت في حالة انهيار زي أي واحدة ست طبيعية ممكن تسمع خبر زي كده وتنهار فورا. كان في حاجة ناقصة في رد فعلها. رجال المباحث أما دخلوا الشقة بدأوا يلفوا بنظراتهم جوه الشقة. كل حاجة كانت في مكانها، هدوء مريب من النوع اللي بيقول إن في حاجة مش مظبوطة. لكن أول ما دخلوا أوضة النوم بدأت العلامات الغريبة تظهر. لقوا بطانية تقيلة مفرودة على السرير في عز الصيف، والشباك مقفول ولا حتى في تكييف شغال. واحد من الضباط رفع البطانية،
لما البطانية اتشالت ظهرت بقعة دم كبيرة على المرتبة، كأن الجريمة حصلت فوق المرتبة وما كانش في وقت لتنظيفها. واحد من الضباط قال وهو باصص للسرير: الدم ده مش قديم، دي طعنات مش خبطة ولا جرح. وفي اللحظة ديت آية كانت واقفة عند باب الأوضة بتراقب من بعيد وساكتة، ما بتقولش كلمة، وعينيها بتلف بسرعة ما بين الضباط كأنها بتدور على رد فعل تفهم منه اللي جاي. الضابط شاور على المرتبة وبصلها من بعيد وقال بصوت هادي بس بنبرة تقيلة: السرير عليه دم ومفيش أي أثار لخناقة ولا حد دخل ولا خرج، يعني ده جاي منين؟ آية سكتت ثواني وابتدت تحرك شفايفها من غير صوت. واضح إن الكلام بقى أكبر من قدرتها على التمثيل. ساعتها الضابط ما قالش حاجة تانية، بس بص لرجالته وقال في هدوء: خلوها تجهز، هنكمل التحقيق في الاسم. وآية كانت واقفة ساكتة، بس نظراتها كانت بتقول إن اللحظة دي هي بداية النهاية. في اسم الشرطة آية كانت قاعدة لوحدها في أوضة التحقيق، ساكتة، وشها ميت وعينيها في الأرض. الضابط دخل عليها، ما كانش محتاج يزعق، كل حاجة كانت واضحة، بس مستني يسمع منها. قال لها بصوت هادي بس مباشر: السرير عليه دم والطعنات متطابقة ومفيش حد دخل أو خرج، انت الوحيدة اللي كنت معاه في الشقة، ايه رأيك في الكلام ده؟ آية بلعت ريقها وصوتها خرج متقطع: أنا اللي قتلت محمد. الضابط سألها: ليه؟ ردت بعد لحظة وقالت له: ما كنتش قادرة أعيش معاه، كان كل يوم بيجبرني على العلاقة معاه، حتى لو تعبانة، حتى لو مش قادرة، كان بيقول أنا جوزك ومن حقي. كنت حاسة إني مش بني آدمة، محبوسة ومفيش مهرب. استنيته ينام، دخلت المطبخ، جبت السكينة وطعنته. وبعد كده سكتت لحظة وبصت في الأرض وقالت: بس ما كنتش لوحدي، صباح بنت خالتي ساعدتني. خليني الأول أحكي لك مين محمد جوز آية. محمد سعيد شاب مصري بسيط مكافح في الثلاثينات من عمره، شغال نجار وشاطر في شغله، وكل الناس اللي حواليه بيقولوا عليه جملة واحدة بس: إنه في حاله ومش بيأذي حد، وما كانش بتاع مشاكل ولا خناقات، ولا حتى معروف عنه إن كان بيزعق لحد. كل اللي يعرفه يقولوا إنه كان إنسان هادي، بيصحى الصبح يروح ورشته ويرجع آخر النهار عشان يرتاح. محمد كان لسه متجوز جديد من شهرين بس، وجوازه جه بعد ما أهله فضلوا يقولوا له: مش ناوي تفرحنا بقى، مش كفاية شغل. ومحمد ما كانش ليه تجارب عاطفية قبل كده ولا حتى صداقات مع بنات، فقال لهم بمنتهى البساطة: شوفوا لي بنت الحلال وأنا أتوكل على الله. وفعلا اختاروا بنت اسمها آية، بنت كانت محجبة، شكلها هادي، من عيلة بسيطة، والناس في المنطقة كلها قالوا بنت محترمة وسمعتها طيبة. أول ما اتقابلوا الكلام كان كويس، والجوازة تمت في مارس 2019، وعاشوا سوا في نفس العمارة اللي فيها آل محمد، في شقة صغيرة متوضبة. من بره كل حاجة كانت مثالية: عريس جديد، شغل ماشي، بيت آمن، زوجة هادية. لكن من جوه كان في جحيم ساكت محدش سمعه. الجيران قالوا إن محمد كان شكله مرتاح، لكن ما كانش بيحكي كتير عن حياته الشخصية، ومفيش مرة اتسجل عليه صوت خناقة ولا حتى صوت عالي من شقته. بس لما واحد بالشكل ده يتقتل ب11 طعنة في قلب سريره، يبقى لازم وراه قصة كبيرة. نرجع بقى تاني للاسم والتحقيق. بمجرد ما آية ذكرت اسم بنت خالتها صباح، الشرطة استدعتها فورا. صباح دخلت الاسم وهي بتحاول تبان ثابتة، وقالت إن آية كلمتها بعد الجريمة، ولما وصلت كان محمد اتقتل بالفعل، وهي معرفتش تعمل إيه. لكن الرواية دي اتكسرت بسرعة. الجيران شافوها خارجة من الشقة قبل الفجر بوقت قليل، وكان شكلها مرتبك وشايلة شنطة. تحت بقى ضغط الأسئلة صباح انهارت واعترفت بالحقيقة وقالت: أنا وصلت بعد ما محمد اتقتل، كل اللي عملته إن أنا ساعدت آية وسحبنا الجثة على السلم ونزلناها لحد الدور الثالث، ومن هناك رميناها من فتحة بتبص على الشارع. وقالت كمان إنها خدت السكينة والموبايل بتاع محمد
عشان تخفي الأدلة، بس خافت وخبتهم في درج بيتها. وهنا الشرطة طلعت معاها وكل اللي قالته طلع حقيقي. وفي نفس الوقت كان فريق المعمل الجنائي بيشتغل على الشقة، والتقرير طلع صادم وواضح. القتل حصل فوق السرير مش في الشارع، والطعنات كانت متكررة وعميقة وفي وضع نوم. مفيش آثار تسلل ولا خناقة ولا أي طرف ثالث دخل أو خرج. يعني القاتل كان جوه الشقة، والدليل الدم والجثة والاعتراف. التحقيق خلص والجريمة اتفككت بالكامل بالاعتراف وبشهادة الجيران، وكل حاجة بقت قدام النيابة على الورق. أقوال آية، اعتراف صباح، تقرير المعمل الجنائي، والأدلة اللي بتتكلم لوحدها. وما كانش فاضل غير خطوة واحدة، المحاكمة. القضية بعد كده اتحولت من الاسم للنيابة، ومن النيابة للمحكمة. واللي حصل جوه القاعة ما كانش سهل على حد. آية دخلت القفص، شكلها ما كانش فيه خوف ولا دموع ولا حتى محاولة دفاع. كل حاجة كانت ضدها، الجثة، الدم، السكينة، والاعتراف. وصباح اللي كانت لابسة لبس بسيط ومحجبة وقفت تحكي ازاي لقت نفسها جوه جريمة ما عرفتش تخرج منها. لكن القاضي ما كانش شايف تعاطف، كان شايف وقائع وأدلة، وقالها صراحة: المشاركة في إخفاء الجريمة ومحاولة طمس الأدلة جريمة تانية وليها عقوبة مستقلة. وبعد شهور من الجلسات صدر الحكم: الإعدام شنقا لآية عاشور، والسجن المشدد لصباح بتهمة التستر والمساعدة بعد الجريمة. لكن بعد الحكم فضل السؤال: هل آية فعلا كانت ضحية ولا قاتلة بتدور على مبرر؟ وهل الضغط النفسي والاضطهاد والإجبار يخلوا الجريمة مبررة، ولا في مليون طريقة تانية للهروب غير القتل؟ الجريمة خلصت والعدالة خدت مجراها، بس محمد راح بطريقة بشعة من أقرب الناس ليه. وده اللي بيخلي النهاية دي مهما كانت قانونية وجعها ما بيروحش. ربنا يرحم محمد ويصبر أهله. وإحنا كل اللي نقدر نعمله إن إحنا ما نسكتش على الظلم وما نخليش الكبت يتحول لكارثة. مستني أشوف التعليقات رأيكم في اللي آية عملته، وهل فعلا كان عندها أي حق في اللي هي عملته ده ولا لأ. بكده وصلنا لنهاية حلقتنا. أتمنى إن الحلقة تكون عجبتكم، وأشوفكم إن شاء الله الحلقة اللي جاية. سلام.